آه، حط عليه ماي سكيم اللي هو ضد العفن. يعني بعتمده بفضل الله سبحانه وتعالى، وله تأثير. يعني اشتغلت بيه كذا مزرعة وكذا مشتل ونجح بفضل الله سبحانه وتعالى. تمام. وطبعا المنشط الجزري برضه يا جماعة اللي هو الانادول. الانادول اهو بالعربي اهو. تمام تمام زي كده. الله ينور يا حاج بكر. الله ينور يا رجاله. بسم الله ما شاء الله. طبعا انتوا يا جماعة فاكرين المشتل ده لسه مزروع في شهر 9، وبرجع ازود. كنت زرع على مساحة 2 متر، وبرجع ازود تاني على مساحة متر بين النخلة والنخلة. طبعا النهاردة احنا في شهر 3، فطبعا يعني اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عشان تشوفوا نسبة النمو الخضري في المشتل القديم. طبعا هفتح الفسيلة زي كده قدام أمام حضراتكم. أي فسيلة يعني بفضل الله سبحانه وتعالى. يمكن نسبة النجاح هنا بفضل الله سبحانه وتعالى في المشتل ده 100%. طبعا انتوا زي ما انتوا عارفين كالعادة بزرع فسائل ايه الصغيرة. اهي دي فسيلة صغيرة زرعتها جنب النخلة ديت. قلت يمكن ايه فيها منطقة الجذور مش كاملة مش عارف ايه. المهم رحت جاي زارع معها حتة صغيرة زي كده، وبفضل الله سبحانه وتعالى الصغيرة طلعت. طب تعالى نبص على الكبيرة بقى. تمام. نبص على الكبيرة. طبعا انا ما بحبش اكشف الفسيلة لان الفسيلة انا مغطيها بعفش الرز، ولكن يعني يمكن ظهر امام حضرات الجميع ان القلب في حالة نشطة 100% بفضل الله سبحانه وتعالى. ده دليل على ان منطقة الجذور اشتغلت بفضل الله سبحانه وتعالى. وطبعا انا زرعت دي كنت مش مطمن لها، رحت زارع جنبها الصغيرة، والاتنين طلعوا بفضل الله سبحانه وتعالى. تمام. النهاردة انا بزرع برضو من جديد. بزرع من جديد. تمام. فطبعا واخد بالك الفسيلة اهي تشوفها تقول ميتة. تمام. اي فسيلة كده تشوفها من الزرع القديم تشوفها تقول ميت، ولكن انا بدي اكشف مع حضراتكم كده. الكلام ده انا زرعه في شهر 9 وده احنا في شهر 3. تمام. فانا بدي افرج حضراتكم على القلب هنا. تمام يا جماعة. بسم الله. انت شايفها من بره تقول ميتة، لكن شوف القلب عندي بفضل الله سبحانه وتعالى في حالة نشطة 100%. تمام. 100% بفضل الله سبحانه وتعالى. وعلى تقيس على المشتل كله بفضل الله سبحانه وتعالى. ده مشتل نخل حياني. طبعا اللي ما يعرفش الحياني بلحة حمراء وبتبدأ تسمر تدريجيا وتبقى رطب. الرطب بفضل الله سبحانه وتعالى معروف عندنا بينباع للمستهلك المحلي. سعر الكيلو جملة ب10 جنيه. يعني النخلة بتشيل لها من 150 كيلو ل 200 كيلو. يعني بفضل الله سبحانه وتعالى يعني من 1000 ل 1500. ده بالنسبة للجملة. تمام. يعني في ناس اصحاب نخل اصحاب مزارع باع النخلة على بعضها زي كده ثمار، وهي فوق لسه البلح معلق في قلب النخلة من فوق، باعوا ب1000 جنيه للتاجر. والتاجر بدأ يقطع وبتاع. والله بفضل الله سبحانه وتعالى سألت بعض التجار عشان بحاول اتحرى الدقة، عشان لما اقول للناس تزرع نخل حياني يبقى انا بقول عشان ديت شهادة هنسأل عنها امام الله سبحانه وتعالى. تمام. لان بفضل الله سبحانه وتعالى عملت تغيير في معدل زراعة النخيل، وبشجع على زراعة النخل الحياني، مع اني عملت دراسات في النخل البرحي، ولكن اتضح لي البرحي بلحة فريش بتتاكل طازة مسمى 40 يوم، لكن النخل الحياني رطب وفي نفس الوقت بتتصنع عجوة. العجوة بتاعت النخل الحياني عجوة يعني بسم الله ما شاء الله نظيفة جدا، ما فيهاش اي قشر، ما فيهاش اي عجوة، مفتول نظيفة تدخل في تصنيع الحلويات والبسكوتات. زائد انها بتتخزن بدون اي ثلاجات او اي مواد حافظة، تقعد سنة وسنتين زي كده. تمام. تاني حاجة لما تبص في ارض الواقع النهاردة احنا بسبب الازمات الغذائية اللي بمر بها العالم، تلقى العدوى الحياني مطلوبة حقيقي، وبالاخص لدول افريقية حقيقي والله.
ولكن البرحي انزرع عندنا في خلال 3-4 سنين اللي فاتوا من 2017 ل 2024 انزرع عندنا زيادة عن 5 مليون نخلة برحي. وطبعا كان في 2018 سعر الكيلو ب50 جنيه، النهارده في 2024 سعر الكيلو ب20 جنيه. تمام. رأس مال البرحي يعني الفدان بيزرع على مساحة 8 في 8، يعني باخد 65 نخلة بيعدوا 200,000 جنيه. لكن الحياني وما زلنا سعر الفسيلة طبعا الفدان بيزرع على مساحة 6 في 6، يعني الفدان بياخد 116 نخلة على مساحة 6 في 6. بفضل الله سبحانه وتعالى سعر الفسيلة السنة دي 2024 شهر 3 عامل 250 جنيه من مكانها هنا. طبعا يعني سهل على اي مستثمر، لما اتكلمت في الموضوع سهل على اي مستثمر في مصر، يعني بالاخص في الاماكن الصحراوية اللي بتنزرع جديد، يعني يزرع اكبر مساحة من النخل الحياني اللي هو يعني هيبقى يعني بالنسبة للمستثمر من أذكى المشاريع اللي هي بأقل رأس مال، زائد إنها مشاريع مربحة ومضمونة الأرباح في التسويق المحلي بالنسبة للرطب والعدوى، زائد إن العدوى هيبقى عليها إقبال من التصدير. تمام. فعشان برضو ما أطولش على السادة المشاهدين، بفضل الله سبحانه وتعالى يعني لو هتكلم عن النخلة الحياني فهي عصبة النخلة المصرية. تمام. وإن شاء الله يعني ربنا يقدرنا وإياكم وكل المقبلين على زراعة النخيل إن نعمر، ونسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من معمري الأرض بزراعة النخيل، بزراعة الشجرة الطيبة المباركة دي. وبما ان انا برضو تاجر فبحتسب برضو هذا العمل الطيب المبارك، يعني ان الله سبحانه وتعالى يجعل لنا في اجر صواب. وطبعا برضو يعني احب اوضح الاخوة السعوديين المهتمين بزراعة النخيل، والاخوة العراقيين برضو، والاخوة القطريين طبعا اللي كانوا بيتكلموا معايا طبعا، واهلي واخواني واحبابي واصدقائي في مصر اللي كانوا شايفين معايا المشتل ده لما انزرع في شهر 2000 في شهر 9 اللي فات. انتوا شايفين بفضل الله سبحانه وتعالى، انت تبص على النخله من بره تقول ميته، ولكن نسبه النمو الخضري ناجحه 100%. طب شوف الفسيله دي، انا زرع فسيله زي كده، حد بيزرعها؟ طيب طب بص بقى على الفسيله الميته دي، ايه رايكم؟ طبعا بص عليها سوا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا منطقه الجذور زي كده، شوف كده، شوف دي مزروعة في شهر 9 زي ما قلت لحضراتكم، طلع جريدة خضرة كاملة، النمو الخضري شغال 100 سيبها بعفشها بس. تمام. الله يعطيك العافية يا ابو محمد.